أنا قدمت إلهام شاهين في بداية حياتها، وكنت بقول النجمة الصاعدة. الليلة وبعد كم سنة إلهام؟ 40 سنة بقول النجمة الكبيرة المبدعة المتألقة إلهام شاهين. كل مهرجان سينما بيتعمل هو عرس للسينما المصرية، وانا النهارده حاسه ان انا العروسه صاحبه الفرح، وبرحب بكل ضيوف الفرح، كل المعازيم، برحب بيكم كلكم، برحب بكل زمايلي واساتذتي من الفنانين، وبرحب بالنقاد وبقول للمكرمين كلهم ألف مبروك، وبرحب بلجان التحكيم والمشاركين في الأفلام، بتمنى لهم كلهم كل التوفيق يا رب. السينما والفن ده أحلى حاجة في الدنيا، يعني أنا الفن أجمل حاجة في حياتي، وهو اللي اداني كل حاجة حلوة في حياتي، المكانة والقيمة والثقة في النفس والنجاح وحبكم، حب الجمهور اللي هو أعظم نعمة وأكبر وأغلى حاجة ممكن الإنسان يحصل عليها. أنا بشكركم من كل قلبي، بشكر كل جمهوري اللي شجعني في عمري كله واللي وقف معايا دايما، بشكر أسرتي اللي بحبهم قوي قوي واللي اتحملوا كتير علشاني. احنا حياتنا مش سهلة، حياتنا مليئة بالمتاعب والصراعات، وانا بالذات يمكن انا فايتر بزيادة ومحاربة، ودايما بحب بدافع من كل قلبي، بدافع عن السينما، عن الفن بشكل عام، بدافع عن بلدي اللي بحبها قوي قوي قوي، واللي ما اسمحش لاي حد يقول كلمة عنها او يقرب لحظة منها. مصر بلد كبيرة وعظيمة، ولازم نقول كلنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فرحانة ان انا بتكرم في بلدي، في بيتي. انا حاسة النهاردة وانا حتى عديت كاربت بقول لهم انا حاسة ان انا في بيتي، مكان بتاعي، يعني في وسط اهلي وفي وسط احبابي. وانا بحب اسكندرية بشكل خاص لانها بتحمل بجد معايا اجمل ذكريات. لما جيت مهرجان اسكندرية في البدايات كان كل النجوم الكبيرة بيتسابقوا، كلنا عايزين يجي مهرجان اسكندرية عشان ده الاسبوع اللي بنستناه من السنة للسنة عشان نتجمع مع بعض طول الوقت. كان عندنا مهرجان القاهرة بنتجمع نتفرج على فيلم او نحضر ندوة ونروح. مهرجان اسكندرية كان بيخلينا نعيش مع بعض، يعني نازلين في مكان واحد بنقعد سوا، بنفطر سوا، بنتغدى سوا، بنسهر بالليل سوا، يعني كان في عشرة كبيرة. كنت بقعد مع النجوم الكبار، فريد شوقي ونور الشريف، محمود عبد العزيز، احمد زكي، فاروق الفيشاوي. فشكرا مهرجان اسكندرية اللي دايما بيجمع النجوم وبيجمعنا على حب الفن العظيم، على حب السينما. احنا ما نتصورش الحياة من غير فن، مفيش حياة. الفن يعني السعادة، يعني البهجة. والحقيقة النهاردة أجمل شعار إن الرقص والغنى والسينما والدراما والمسرح هم دول الحياة، ثقافة واسعة وكبيرة جدا، وما تصورش الحياة من غيرهم. مش هيبقى فيها بهجة، مش هيبقى فيها متعة، مش هيبقى فيها ثقافة، مش هيبقى فيها فكر، مش هيبقى فيها حماس. الفن ده شيء عظيم وكبير، بحبه من قلبي وبحترمه، اديته عمري كله، مفيش أغلى منه.